لقيت الشعب المصري قامت ضد النظام، قامت ضد الحكومة، قامت وبكل سلام. فجأة تحولوا علينا والشرطة بتضرب فينا، قال ايه عاوزنا نسكت، الحكومة بتعادينا فليسكت النظام. هنقول كل الكلام، هنقول ومش هنخاف من حد بدون اي استسلام. فجأة لقيت الامن جاي بيحوط فينا رصاص من كل حتة، بيخرم جسم اهالينا، مباحث مالية الشارع عمال لا تلم فينا. انا استغربت بجد ازاي مصر وبيعادينا، صرخت وقلت يا رب من غيرك هنا بيحمينا. جرينا في كل مكان بندور على الامان، جريت قوم على بيتنا بعيط من زمان. قلت اتصل باصحابي اطمن من فيهم ايه، لقيت الشبكه واقعه والنت، انا قلت ليه؟ قالوا لي حكومه بلدك مش راضيه باللي عملتيه. صباح يوم الجمعة قلنا دي جمعة الغضب، خرجنا يومها نعبر عن الشعب اللي اتضرب. ماشيين بنقول سلمية، لقيت قنابل يدوية والدم في كل حتة وعساكر من الداخلية. فجأة الشعب صار ومشينا باستمرار، حدفناهم بالطوب وحلفنا لا هناخد الطار. فجأة لقينا جيش نازل معانا يعيش، وكنا محترمينه بالليل ولحد الشاويش. ووصلوا البلطجية عاوزين ينهبوا فينا، جايين يسرقوا المتحف بيخربوا في المدينة، داخلين على منطقتنا وبيكملوا علينا. لقيت شباب حتتنا واقف بالليل يحمينا، قاعدين في عز البرد وصوت الطلق بيداوينا. حرامية في كل مكان جاي علينا بتعادينا، بس احمد جنبي بيترقعني، لجان شعبية واقفين مع بعض سوا قدام البلطجية. يو رجعنا الاستقرار من بعد ليالي مرار، غيرنا الحكومة ونظام من الاستعمار. في ناس كتيرة ماتت بس ده كان السبب، من شرطة ولا شعب عدينا المحن. وطبعا كل دول كانوا شهداء الوطن، ربي يصبر اهليهم مفيش غيرك جنبيهم، وانصر شبابنا كمان وكمان برضك عنهم عليهم. ما هو دول المصريين الناس الخيرين، وناس علشان بلدهم ممكن يشيلوا الطين. واقسم بالله يا بلدي هكبر واعلي فيكي، وطول ما فيا نفس هفضل اغني ليكي، ومعاه يا كل شبابنا اللي قادر فينا يديكي. وهدعي من ربنا انه يفضل لينا حميكي، انه يفضل لينا حميكي.